ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ هما المغول فين دلوقتي يا ابو حميد؟ انت عارف لو في مصيبة جت في تاريخ العالم فما فيش مصيبة اكبر من غزو المغول اللي احتلوا 20% من العالم. تعالى يا ابو حميد لما اقولك على جبروت المغول. عارف الحشاشين اللي كانوا عاملين رعب للعالم الاسلامي وكانوا متحصنين في قلعة ألموت؟ هم المغول بقى هم اللي داسوا عليهم وساووا القلعة بتاعتهم بالأرض. المغول هم اللي دمروا الخلافة العباسية وإمبراطورية الصين وروسيا، وهزموا بعد كده العثمانيين لدرجة إن السلطان يزيد الأول اكتئب وما عادش قادر يقف على رجله، وهزموا مملكة المجر، وهزموا كمان حلفائها الصليبيين ووصلوا لبرلين. خافوا ملوك الصليبيين على نفسهم وحاولوا يتعاونوا معاهم كذا مرة. انت عارف يا ابو حميد لما المغول دخلوا بغداد، اهل بغداد ساعتها كانوا مصدقين ان دي نهاية العالم. بيقولك ان واحد من المغول كان ممكن يخش حارة يقعد يقتل في اللي فيها لغاية ما السيف بتاعه يتكسر، يسيبهم ويروح يجيب سيف تاني ويرجع لهم يلاقوهم واقفين زي ما هم ومحدش فيهم يدافع عن نفسه. عشان فكرة ان ديت نهاية العالم كانت متصدرة لهم. فكرة ان المغول يقربوا من مدينة اصلا دي كانت فكرة مرعبة، والناس تبيع أملاكها وتهرب بره البلد، والأسعار بتزيد وفوضى في كل مكان، والسبب بس إن المغول جايين. فاهم الرعب يا أبو حميد؟ 40 يوم فضلوا في بغداد، اتقتل فيهم أكتر من 1,000,000 بني آدم، على رأسهم الخليفة المعتصم نفسه. ده في ناس استخبت في الأبيار وماتت في الأبيار عشان خايفة تطلع تواجه المغول. مدارس ومستشفيات وكل حاجة اتهدت في البلد، ده حتى مكتبة الحكمة كلها اترمت في النهر. الفكرة اللي كانت عند الناس ساعتها بتقول يا حبيبي يا حبيبي الخلافة الإسلامية نفسها انتهت، فخلاص يبقى ديت نهاية العالم. حتى لو استسلمت ليهم واديتهم كل الفروض بتاعة الطاعة كانوا بيغدروا بيك عادي خالص، مفيش عزيز ولا غالي. الناس اللي استسلمت ليهم في بغداد اتقتلوا عادي خالص. حاجة في قمة الرعب. طيب تعالى يا ابو حميد نروح لسؤال الحلقة. المغول اللي كانوا عاملين رعب للعالم ده كله راحوا فين دلوقتي؟ بص يا ابو حميد، المغول كطبيعة جسمانية وعسكرية واعداد محدش يقدر عليهم او يقف قدامهم، ودي حقيقة يا ابو حميد. طبيعة جسدية قوية وخيول كمان قوية وسريعة بتسافر بيهم لبلاد بعيدة، وعدد جنود عد بقى مش هتعرف تخلص. ده كمان كانت الجنود ديت متدربة، يعني عسكريا مش هتعرف تقف قدامهم. بس مع كل القوة ديت يا ابو حميد كان عندهم نقطة ضعف واحدة، انهم ما عندهمش فكرة. ايوان، الفكرة اللي هيتجمعوا عليها. لا في فكر ديني ولا سياسي ولا اداري ولا اي حاجة. اللي حصل اللي فيه واحد كان موحدهم، ولما مات قبل ما المغول يخشوا مصر حاربوا بعض داخليا واتقسموا زي ما الخريطة موضحة كده. اتقسموا لاربع ممالك كبيرة، وكل الممالك ديت اتهزمت بس مش بالقوة العسكرية، انهزموا بالفكر الإسلامي. معظم المغول أسلم. يعني من الآخر يا أبو حميد المغول ما اتهزموش بالجيش ولا بالقتال، اللي هزمهم الفكرة اللي هم كانوا مفتقدينها، وبعد كده اتقسموا واندمجوا في المجتمعات. النهاردة بقى يا أبو حميد دولة منغوليا هي بقايا الإمبراطورية المرعبة، ودي دولة نامية في نص روسيا والصين. ايوان، ديت الدولة اللي بتعزل ما بين روسيا والصين، وعدد سكانها ما يكملوش 3.5 مليون. اما المغول نفسهم بقى اتفرقوا شوية في الصين وشوية في روسيا وسافروا العالم كله. مملكة سببت للعالم كله رعب ما استمرتش اكتر من 70 سنة، ومع محاولات كتيرة عشان يحيوا الامبراطورية ديت تاني بس كلها بتفشل يا ابو حميد. يعني بكل بساطة اللي هزم المغول الفكرة والتمسك بالدين، مش السيف ولا الدبابة ولا الطيارة. بعد ما كانوا راعبين العالم بأسطور في التاريخ زمان، لو كنت شفت واحد مغولي كنت هتجري وتستخبى منه وقلبك هيقف من الرعب. بص يا ابو حميد، مفيش قوة عالمية بتستمر للأبد، كله بياخد وقت وبيجي عليه الوقت وينتهي، وكل حاجة ولها نهاية، والنهاية دلوقتي قربت. وأنا هنا مش قصدي على المغول. يلا سلام.